الخوف من التهميش أو التغييب من المشهد السياسي القادم دفع أبناء القبيلة البنادرية إلى عقد هذا الاجتماع. شيوخ القبيلة أرادوا من الاجتماع إيصال رسالة لشركاء العملية السياسية في الصومال، مفادها أنهم غير مقتنعين بالطريقة التي يتبعها السياسيون في اختيار الممثلين عن القبائل الصومالية. المجتمعون اتهموا السياسيين بالتدخل في شؤون القبيلة البنادرية واختيار ممثلين عنها ممن تربطهم بهم صلة قرابة أو مساهرة دون تشاور مع أعيان وشيوخ القبيلة الأصليين. الأشخاص الذين يقولون إنهم يمثلوننا في اجتماع شيوخ القبائل لم نخترهم ولم تخترهم القبيلة، إنما هم أناس عينوا أنفسهم لتحقيق مصالحهم الشخصية. نحن قومية البنادرية، لم يتم إشراكنا في خارطة الطريق التي ترتكز عليها العملية السياسية الجارية، بل وقعت عليها القبائل المسلحة. وكانت القومية البنادرية التي ينحدر معظمها من أصول عربية قد انتقدت مرارا الآلية المتبعة لتقاسم السلطة في البلاد، إلا أن الحكومة الصومالية التي تسابق الزمن من أجل إنهاء الفترة الانتقالية في جدول زمنها المحدد والذي لم يبقى منه سوى 40 يوما تنفي أي تهميش لقبيلة معينة في العملية السياسية الجارية. القبيلة البنادرية لديها تمثيل في اجتماع شيوخ العشائر لاختيار اللجنة التأسيسية. هناك رئيس عشيرتهم وشخصيات أخرى معروفة، وما يثار من الجدل والشكوك فهو من قبيل الشائعات التي لا أساس لها من الصحة. أيام الصومال المقبلة يبدو أنها تزدحم بالمواعيد السياسية الحاسمة، بدءا من انتهاء التصديق على الدستور الجديد واختيار أعضاء البرلمان وانتخاب رئيس للصومال في مدة أقصاها 20 من شهر آب أغسطس القادم، وهي مهمة قد تكتنفها صعوبات جمة نظرا للتجاذبات القبلية والخلافات السياسية. الصومال يمر حاليا بمرحلة حساسة بعدما اتفق شركاؤه في العملية السياسية على إنهاء المرحلة الانتقالية، ومع قرب انتهائها يكثر الجدل والتصريحات التي تثيرها شخصيات وعشائر تخشى من التهميش والإقصاء من مواقع القرار. عمر محمود، الجزيرة، مقدشو.